سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم عندنا السكوم، اللي يعرفوا واللي ما يعرفوش هاوليك. هذا هو اول حاجه نقطعوه ونغلوه في الماء. نقطعوه مربع هكا ديرون دال صغار ونغلوه في الماء، ومن بعد نشوفوا كيفاه نديروا. عندنا الثوم مقطع شرائح، عندنا 3 حبات بيض، وعندنا بطاطا مقطعه مكعبات. هذه نقلوها في المقله ومن بعد نكملوا لها كيفاه نكملوا. وعندنا معدنوس، كميه من المعدنوس، هذا تحضير منزلي نقطع. المهم نشوفوا الخطوات. اول حاجه نقطع هذا مكعبات صغيره ونديرو فوق النار باش يغلى ونولو ليكم. فوالا بعد ما قطعناه هكا عينكم هي ميزانكم يكون رقيق شويه، يكون ما على باليش هكا عينكم هي ميزانكم. هكا نديروه نغسلوه نديروه في الماء والملح يطيب حتى يطيب ونعاود نولو. هكا نديرو شويه ملح ونخلوه يطيب. هذه الأثناء نطيبوا البطاطا المقلية، هذيك المكعبات بيان سور ديروا لها الملح والزيت، الزيت في المقلاة، وهذو المكلا بديهيات. نطيبوها ونطروه هكا بالسكوم تاعنا. هكذا هكا مع التحريك. في إناء حطينا الثوم المقطع، ومن الأحسن تسكرفجوه. نضيفوا البيض، نضيفوا البيض. ايش اللي تطبخ ميمة؟ كمية من فلفل الكحل، فلفل الكحل كحل والله الكحل، وشوية راس الحانوت، مو غرفة صغيرة، هذه ماشي كحل. شوية وري شحال. ايه راس الحانوت. والملح طبعا، ميمة قرصة ملح. ميمة هنا تخطيبه. ضفنا البطاطا المقلية وضفنا السكوم اللي غلا وطاب، اللي غلا في الماء وطاب. نخلطوهم هكا، البيض والسكوم والبطاطا، وبيان سور درنا الفلفل الكحل فلفل الكحل، ودرنا راس الحانوت شويه على راس المغرفه، ودرنا شويه ملح. ما تنساوش معدنوس، تعالك ملعقه، كبيرة ولا 2 ملاعق صغار وحسب الرغبة. هذا
ونطيبوه في المقله حتى تسخن. نستناو الزيت حتى تسخن ونحطو الخليط تاعنا. فوالا كيفاش طابت، فوالا كيفاش جات كي الكراطه، جات بزاف بنينه وتشهي. نتمنى تجربوا الوصفه